بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الوصفة ديالنا ديال هذا النهار هي كلاص بالقهوة، منعش وبارد وساهل، يقدر أي واحد يديرو. ممكن ناكلوه كلاص، كيما ممكن ناكلوه بالحليب، كيجي كافي كلاصي. تزيدوا ليه شي حبيبات ديال الثلج، تزيدوا ليه الكراميل ولا شي حاجة، كيجي شهوة منه. يلا للوصفة. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. المقادير عندنا موس ولا كريم شونتيلي ولا ديال لي كلاص معلبه، وعندنا سطر الحليب 450 مليلتر، وعندنا واحد 400 مليلتر ولا 350 ديال حليب محلى. هذا ديال الدار، راه عرفتو تيطيح ساهل، هذا مصوبه هنا ماشي مشري. عندي 3 المعالق ديال قهوه سريعه الذوبان، ديروا اللي بغيتو، تقدروا ديروا غير جوج. عندي واحد 2 علب ديال البسكوي بالشكلاط، وعندي لي بيبيت شوكولا، هادو اختياريين، هادو غير اللي بغى يديرهم ما بغاش يديرهم. حتى الحليب محلى اللي ما بغاش يدير 3 المعالق كبار ديال السكر مع القهوه، ويزيد واحد 2 علب ديال الياغورت، يكون طبيعي او لا يكون من الاحسن يكون دانيت شوكولا، يكون بالشوكولات ولا يكون بالكراميل، كيتواتى مزيان مع القهوه. نبداو على بركه الله. نتوما عندي 3 المعالق، نتوما تقدروا ديروا غير جوج. كتعجبني انا المذاق ديال القهوه، هي غتجي حاره، داكشي علاش دايرين النسلي. وإلا كنتو نتوما ما كتبغوش القهوه بزاف، تقدروا ديروا غير 2 معالق وديروا معاه تقدروا ديروا في هذه المرحله السكر، 3 المعالق ديال السكر، وتطلعوهم موس. ديك الساعه تقدروا ما ديروش الحليب المحلى، حيت هو ديك الساعه غادي نكسروا الحلاوه هنا. غادي نكب فيه واحد شويه ديال الماء وغادي نطلعها. صافي، ملي كدير الباكته هي ديالها بحال هكذا، صافي راه وجدات. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. نتوما في بول يكون نقي وناشف. نورمالمون هاد العلبه ديال لاموس ولا ديال الشونتيلي كتمشي مع غير 4 لتر د الحليب، لكن حنا حيت عندنا لاموس ديال القهوه وداكشي، راه غادي نديرو 450 كامله. ها انت الحليب ندير مثلج، يكون مثلج حيت حنا عندنا الحراره. وتا لاموس راه كنديرها في الثلاجه باش تكون بارده. حنا ما عندناش به الغرض انه يطلع مزيان بنفس التراب بلا ما نغسلوه، لان مازال غادي نخلطوا معاه القهوه بلا ما نغسلوه، استعملوه صافي. هاد المرحله هادي ما حنا ما عندناش بها الغرض تطلع. غادي نزيدو حليب محلى، غادي نخلطوه واحد شويه. صافي كنزيدو عليه القهوه.
صافي. في هذه المرحله هذه كنقدروا نزيدوا لي بيبي الشوكولا القياس اللي بغيتو، ماشي ضروري يكون عندكم، غير بغيت نزيدهم لان عندي كيتبات الشوكولاته مع القهوه. وعندي هادو غادي نضربهم بالدلاك، غادي نهرسهم. حيدوا الصوت. كنحركوها وكنديروها في علبه تكون ناشفه مغسوله مزيان، خصها على الاقل واحد 6 ولا 8 ديال السوايع. صافي دابا سالينا، غادي نديوها للمجمد على الاقل واحد 6 ولا 8 ساعات، ولا من الاحسن تبات. غير هي ملي تجبدوها تخليوها واحد شويه عاد تستعملوها، كتكون شويه قاصحه باش تجيكم سهله الاستعمال. العلبه الثانيه انا غادي نزين بها. صافي غنخليوها ندخلها المجمد 6 ولا 8 السوايع ولا ليله، حنا نخليوها حتى الغدا وعاد نجبدوها. هانتوما كتشوفوا من بعد ما بات ليله في المجمد كنخليو واحد شويه تطلق وعاد كنجيو نستعملوه. هانتوما كيجيو لي بول ديالو زوينين، كيكون رطب، كيكونوا فيه دوك المكسات، داك لي بيبي الشوكولا مع دوك الكويرات ديال البسكوي اللي فيه. كيجي رائع المذاق ديالو غزال. كما ممكن انكم ديروه يخدم كافي كلاصي لانه هو فيه القهوه والكريمه وداكشي ولا موس اللي فيه. تقدروا تزيدوا عليه الحليب بحال هكذا، وتستعملوا كافي كلاصي. غادي يذوب وتحركوا داكشي ويجي مزيان في المذاق. ممكن ديروا كافي كلاصي، تحركوه، تزيدوا عليه شويه ديال الشوكولا بودر ولا لي بيبي الشوكولا ولا الكراميل، كيجي روعه. هذه هي الوصفه ديال هذا النهار، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من الضغط على زر لايك وتشتركوا في القناه، بارطاجيو الوصفه الى عجبتكم، وشي كومونتيرات يكونوا مزيانين يشجعونا باش نكملوا معكم. الى وصفه جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم.